السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. غدا النهارده سمك. ده سمك مكرونة من اللي هو الرفيع خالص ده. السمك ده خطير، طعمه بيبقى جميل. اللي ما جربهوش يجربه. في القلي خطير يا جماعة. طالع معايا جميل. عملت جنبه بقى يعني رز، صيدية رز السمك. وعملت سلطة. وده كان غدانا النهارده يا جماعة بعد روتين بقى قوي جدا. زي ما هتشوفوا كده. عايزة أقول لكم شِلت كل حاجة في الreception، نضّفت تنضيفة قوية. اللي متابعني عارف إحنا بننضّف إزاي. شِلت بقى اليد بتاع الكنب دي لازمًا أعدلها كده كل شوية بتنزل. بس هي بصراحة بتحافظ على يد الكنبة. وما بتوسخش خالص وبتبقى حلوة، وبتلم التراب بقى لمّا بتلاقيها اتوسخت كده باشيلها أغسلها. واليد بتبقى نضيفة وحلوة. بس كده بقى يا جماعة نفّضت برضه الترابيزة. عايزة أقول لكم مفرش الترابيزة ده جميل من ساعة ما جِبته لرمضان وهو على الوشين كده قلبته. ومحافظ على الترابيزة أوي وحلو. بامسحه بس كده بمنديل مبلل كده أو فوطة مبلولة بيبقى نضيف وحلو. بس كده بقى لقيت في تراب كده تحت الشولات بتاع الكنبة ديًّا، فشيلتها ونفضتها. أنا حاطة الكراتين دي تحتها واطي كده. فهي موازنة الشُلت وحلوة يعني أمّا بتقعدي ما بتنزلش بيكِ وبتبقى حلوة. فأمّا بالاقيها يعني وطيت وكده بازوّد فيها كراتين بتتعدل وبتبقى حلوة الشُلت بتتعدل. بس كده نفضتها كويس أوي وعدلت الشُلت بتاعتها. هاجيب بقى المكنسة واكنس كل اللي على السجادة ده. لمّا بيكون في شعرة أو فتلة أو حاجة لازقة في السجادة باشيل اليد بتاع المكنسة وباكنس بيها. عايزة أقول لكم كنيس المكنسة ده ما بيخلّيش أي حاجة في الأرض. أي ترابة ناعمة، شعرة، فتلة، ده كله بيشيلها. تيجي تمسحي بقى الشرشوبة. ما بيبقاش فيها أي حاجة وبتبقى نضيفة. وبتمسحي بكل سهولة بيساعدِك يعني تمسحي بسرعة كده بس بتشيلي أي ترابة ناعمة وخلاص. أو بتلمّعي الأرضية بس كده. هاكنس بقى السجاد ويوسف هيشيله لي. وهنجيب بقى الجردل ونمسح بقى ونشيل. وازُق السرير ده. واغيّر كمان الملاية بتاعة فتحي. عايزة أقول لكم بقى لي كتير ما عملتش العملة دي في الreception. يعني باغيّر سرير فتحي وباكنس بالمكنسة. وبس وخلاص كده. فالنهارده بقى قررت إن أنا أعمل لهم الغدا المتين ده وكمان إيه أروّق الشقة كده. وأروّق عليهم. أنا بقى لي كام يوم أصلًا عاملة الفيديو مكسلة أسجله لكم. بس خلاص بقى سجلته. ما تنسوش يا جماعة تدعمونا باللايك والاشتراك والصلاة على سيدنا النبي محمد. وتقولوا لي بقى رأيكم في النشاط الجامد ده أنا ويوسف. عمر بقى له كام فيديو كده مش معانا. الله يعينه يا رب ويقويه وكل اللي زيه يا رب. في الثانوي العام ده لخمهم أوي. هو لسه يعني ما بقى مش في تالتة، هو في تانية. بس برضه الامتحانات يا جماعة وهو مركّز شوية. ادعوا له كده بالتوفيق هو وكل اللي زيه. بغض النظر بقى يا جماعة عن الشورت بتاع يوسف ده، بس يوسف بيحب يقعد على راحته شوية. هيلم لي بقى السجاد. وأنا كمان العباية بتاعتي دي ما حدش برضه يدق لي أوي. العباية دي يا جماعة غالية عليّا أوي جايباها من السعودية. ألف أحلى تحية لحبايبنا السعوديين. آآ يعني بينوّروا علينا الدنيا والله السعوديين. ربنا يخلّيهم لنا. المهم يا جماعة أنا كنت جايباها من السعودية، كنت عاملة عُمرة وكنت جايباها. جميلة أوي ومريحة بجد باحبها ألبسها كده. أزُق بقى الكنب ده كله وهنجيب من تحته. أنا زي ما قُلت لكم يمكن من العيد ما عملتش العملة دي. كنت باكنس كده من على الوش واجيب بس واغيّر سرير فتحي وخلاص. خلاص بقى اتشجعت كده وقوموا أنتم كمان اتشجعوا زيي كده. وبالمكنسة بقى والِم كل ده. باطفي المكنسة وازُق الكنبة. و واشفّط الأرضية وبعدين أشغّل يعني أطفيها وازُق الكنبة واشغّل كده يا جماعة. عشان برضه ما يبقاش في أي حاجة في الأرضية تعاكسني كده وأنا بامسح. لأ بالِم كُلّه كده وباخلّص. وبعدين بقى إيه بامسح على طول. بس كده كنت خلّصت بقى كنيس وكل حاجة. هاشيل بقى أطبّق اللحاف بتاع فتحي ده. وهاشيل بقى الحاجات اللي عليه. هاشيل الملاية وهانفّضه كويس أوي هو والشباك والمكتب. عايزة أقول لكم بقى لي كام مرّة كده أقول لكم هاجيب مفرش للمكتب. بس أنا مكسّلة خالص يا جماعة. احتمال يعني أعزّل كده من الشقة دي. فمش ناوية بقى أعمل فيها أي حاجة لغاية ما إيه، ما نعزّل بقى كده وإن شاء الله هيبقى على دخلة عيد. أبقى أنضّفها كويس أوي ونبقى نجيب بقى شوية حاجات حلوة فيها كده. تابعوا بس معايا وإن شاء الله الفيديوهات الجاية هتعجبكم. هانفّضه بقى تنفيضة كويس أوي لإن اليومين اللي فاتوا دول كان في تراب جامد في الجو. أنا ما رضيتش أصلًا أنضّف ولا أعمل حاجة إلّا لمّا التراب ده يعني الجو اتعدل كده وبقى حلو. الجو أصلًا اليومين دول يوم حَر ويوم سقعة ويوم هوا.
فيلا الله المستعان يا جماعة. أنا هروّق بقى على سرير فتحي كده وأضبّطه وأحط له بقى الملاية والمخدة بتاعته واللحاف، وأجيب بقى الجردل. أنا حاطة فيه general من بتاع الأرضيات. لأ مش اللي معلّق عليَّ general ليه، لأ فريدة يا جماعة مش general. فريدة ده جميل جدًا بالورد، مخلّي ريحة الشقة جميلة، وجايباه بقى لي مدة معايا الجيركن ده، فحلو بصراحة. غطاية واحدة بتخلّي ريحة الشقة جميلة، وكمان في الحمام بيخلّي ريحته جميلة أوي. بس بقى كده يا جماعة هالِم بقى الدنيا كده. شايفين بقى وأنا بامسح ما فيش أي حاجة معاكساني ولا شعرة ولا أي حاجة، والمَيّة كمان نضيفة، والشرشوبة كمان نضيفة معايا. بامسح كده بس بالمّع وبادّي ريحة كمان للأرضية، بس كده. بتاع اللي على الكنبة دي اللي أنا باربط بيها راسي وأنا قاعدة، فلازمًا كل حاجة تبقى جنبي كده يا جماعة ما تدقّوش يعني. زُق بقى أنا ويوسف، ربنا يخلّيك ليّا يا يوسف بجد بيتعب معايا. زق لي بقى الكنب، زق معايا وجاب لي السجاد وشال السجاد. ربنا يا رب يخلّي لكم ولادكم يا رب. بس كده بقى هالِم الدنيا كده هيشيل لي بقى الملاية، وأنا هاكمّل مسيح بقى. هاكمّل مسيح قدّام الشقة وقدّام الطرقة بتاع الحمام وتحت الترابيزة، ومسحت كمان الترابيزة بس ما جبتش معاكم والسبنسر. كل ده يا جماعة لازم لمّا أعمل تنضيفة قوية كده لازم أعمله معايا. ما باخلّيش أي حاجة بقى يعني من على الوش ده يعني، أو أو يومي كده بالمكنسة كده بالسجاد وخلاص وانفّض الكنب وخلاص على كده. إنّما لمّا باعمل بقى تنضيفة قوية كده باعمل اللي أنا باعمله معاكم ده، ده على طول، يعني معاكم أو مش معاكم. فخلاص بقى كده هنتكلم بقى. أنا في الوقت ده كنت عملت تبِّلت السمك، ما كانش فتحي معانا يعني، كنت أنا جِبت السمك ونضّفته كويس أوي. هو السمك ده بيبقى فيه زفارة شوية يا جماعة، فلازم نهتم بتنضيفه. باغسله كويس أوي، وباشيل بقى أي خيط أسود كده من قلبه، وباعصر عليه كده كذا ليمونة، وباتبّله بقى بملح وفلفل أخضر وتوم وكمون، باخلطهم كويس أوي في الكبة وباتبّله. بس كده زي ما أنتم شايفين بقى باجيب من قدّام الشقة كلّها كده وبالعتبة وكلّه، وبادخل بقى الحتّة دي كده باجيبها من قدّام كلّها كده بالحمّام بكلّه. يعني باجيب الحتّة اللي هي الreception كده قدّام الكنب والتلفزيون وكلّه، ومن قدّام الشقة كده لغاية بقى الحمّام وأنا ماشية. بس يا جماعة كده أنا مبسوطة أوي إن أنا خلّصت كده الشقة وبقت نضيفة، وكمان باعمل لهم الغدا. وده كان يومنا يا جماعة يعني. يالّا بقى أمّا يكون في تنضيفات نتعب شوية مش مشكلة، بس بجد بتبقى راحة نفسية. هاخلّص بقى خلّصت يعني تنضيفات، وكمان عطّرت الشقة أنا ويوسف. شايفين يوسف قاعد لكم بيقول لكم إيه، بيعمل لكم باي. هي دي بقى الحتّة اللي باقول لكم عليها يا جماعة. باخد دي كلّه بقى حتّى قدّام الأوض نضيفة أنا عاملاها. قدّام الأوض كده باودّي المَيّة بقى كلّها على الحمّام، وباشطف الجردل وباخده معايا بقى على المطبخ وأنا ماشية. بس كده يا جماعة ده كان تنضيفنا النهارده. هاكلمكم بقى شوية عن السمك. السمك جميل، يعني رفيّع ده وبيتاكل كده. هي السِلّة بتبقى عبارة عن خيط في قلبه كده ما فيهوش سِلّة خالص، عايزة تشيليها تشيليها بتاكليها بسِلّته كده عادي. جميل أوي السمك ده، اللي ما جرّبوش يجرّبه. جِبت منّه كيلو لإن هم أصلًا عُمر ويوسف لأ، عُمر وفتحي ما بياكلوهوش أوي، فما كتّرتش بقى منّه. هو كيلو بيبقى حلو بالنسبة لنا يعني. وتبّلته بقى زي ما قُلت لكم، وسِبته بقى في المصفى لمّا خلّصت الشقة خالص. وبعدين بقى دخلت عملت لهم رُز وحمّرت السمك. يوسف ده نكتة يا جماعة. شايفين بقى كده كُنّا خلّصنا ومبسوطين بقى أنا وهو أوي، إن إحنا عملنا إنجاز بقى يا جماعة، روّقنا الشقة وكُلّه بقى زي الفل. بس كده بعد ما خلّصنا وقال لكم باي، قال لي: "ده إحنا قُلت له: "ما رشّيناش معطّر." قال لي: "هات أمّا رُش هنا." قُلت له: "خُد رُش المعطّر يا يوسف." المعطّر ده من جليتش أو تقريبًا، بس ريحته جميلة أوي بجد برضه بالفُل والّا بالياسمين تقريبًا، جميل. يعني يالّا خلّصنا بقى ترويق كُلّه. نخُش بقى على الغدا يا جماعة. أحلى غدا ممكن تاكليه والله. السمك ده أنا باعِزّه شوية يا جماعة. شايفين أنا منضّفاه كويس إزاي، وعاصرة عليه بقى كام ليمونة ومنزّل كل مَيّته بقى في الطبق. هاخرط البصلتين دول. أنا ما كنتش بقى قادرة أخرطهم أصلًا على إيدي. هاجيب الكبّة وأعملهم. جِبت بقى يوسف هنا جايب لي رُز وجايب لي دقيق. هنكمّل بقى يا جماعة هنخرط البصل. زي ما قُلت لكم ما تنسوش تدعمونا باللايكات والاشتراكات،
وتشجعوني شوية على الفيديوهات اللي فاتت نايمة شوية مش زي رمضان، مش عارفة ليه، مع إن أنا بقيت أصور زي رمضان وأحسن كمان. فأنتوا جدعانوا بقى معايا. شايفين بقى الكبة دي جميلة، أنا حاطة فيها بصلاية بصلاية، يا ريت إيه لو كبيرة حتى تبقى نص البصلاية مع نص البصلاية يعني، عشان تقدري تتكي عليها. بس كده يا جماعة، هي يدوية مش بكهربا خالص. بس كده شايفين بتخرط البصلة زي خروط الإيد بالظبط. عشان كده بقول لكم لو شفتوها بوعدوها. حطيت بقى هنا زيت ذرة، ما حطيتش بقى سمنة، هو زيت الذرة كفاية، والرز ده أصلا بالزيت بيبقى أحلى. وحطيت ملح بقى، البصلة تتقلى وخدت لون معايا جميل ازاي. احط بقى الرز، اللون ده بيفرق في لون الرز يا جماعة، يعني لو حمرته عن كده يبقى رز غامق قوي، فهو ده كفاية قوي يعني، اللون كده حلو قوي. شوح فيه بقى على قد ما اقدر وهزيده. وبعدين بقى احط الزيت. عايزه اقول لكم وانا بحب اقلي في الزيت، زيت كتير، يبقى الطاسه مليانه زيت كده يا جماعه، مش عارفه ده يعني، هو انا بحب كده. اي حاجه بقى، احمر بطاطس، احمر اي حاجه في الزيت، يبقى الزيت كده ملو الطاسه وحلو. فانا قليت فيه بقى كذا قليه. فخلاص بقى انا نويت استغنى عنه. انا يعني كبير قوي في قليه الزيت، مرتين ثلاثه، ما بكترش عن كده. فخلاص بقى جبنا سمك، هقلي بقى في الزيت ده، وبعدين اقلي هحط بقى الدقيق في العلبه، عشان بقى مش عايزه اوسخ ايدي، وبعدين السمك الصغير ده بيبقى يعني واحده ورا واحده كده، فالعلبه بصراحه وفرت عليا كتير، بحط كذا واحده واقلبها كده، واروح بقى على الزيت اقليها. عايزه اقول لكم ما خدش وقت معايا، وحلو بصراحه، وفي الاكل جميل. مش عارفه اللي بيحبوش ده بيحبوش ازاي. فخلاص بقى صفيت الزيت من اي حاجه، وهقلي السمك ونتخلص بقى من الزيت. انا مش هرمي الزيت يا جماعه، انا بخلي الزيت نعمل بيه صابون، ان شاء الله هعمل لكم صابون جميل اليومين الجايين دول. انا لسه عندي كذا حته يعني، عشان كده يعني ما عملتش. فخلاص بقى احوش شويه زيت محترمين كده، وبعدين نعمل. جبت مصفى بقى وهطلع فيها السمك، مش هطلعه على ورق عشان ما يطرش كده، يعني زي مقرمش كده ويبقى حلو. شايفين جماله؟ والله كان خطير، مع شويه سلطه بقى خضراء. عايزه اقول لك احلى اكله ممكن تعمليها. انا برضك مني عامله تنظيفات وكده، ما حبيتش بقى اعمل الاكل يكون ايه تقيل ولا حاجه. تبلت السمك الاول، وبعد ما خلصت حمرت بقى وعملت شويه رز على طول كده وشويه سلطه. شايفين جمال الرز يا جماعه؟ انا ما زدتش الرز كتير، لان الرز ده لما تزيديه ميه كتير ممكن يعجن منك. زيديه، ولو اتشرب ولسه ني ممكن تحطي له كمان شويه ميه سخنه كده من الكتل. شايفين جمال السلطه بقى يا جماعه؟ حطيت عليها ملح، وكنت عصر عليها ليمون وانا بعملها. بس كده خلاص بقى يا جماعه نغرف الاكل. اغرف بقى الرز. شايفين جمال الرز لونه جميل ازاي؟ مش يعني مش غامق زياده عن اللزوم، ما يمررش، ومش فاتح، لونه جميل. شويه رز كده تاكلهم لوحده. تنسوش يا جماعه بقى اللايكات، وتقولي لي رايكم في الفيديو، والريتوني التشجيعي ده، وتقولي لي رايكم بقى في السمك. وما تنسوش يا جماعه تصلوا على سيدنا النبي محمد في كومنتات كتير، وتقولي لي بقى رايكم في الفيديو زي ما قلت لكم. يا رب يعجبكم. خلاص بقى كده هناخد الاكل واخرج انا ويوسف بقى. طبعا عمر لسه مش معانا، هيجي بقى ان شاء الله واحنا بناكل. اما يخلص بقى كده ان شاء الله بقى اصور لكم فيديو هو معانا، انتوا زي ما انتم بتقولوا عمر فين. هناخد الاكل بقى واخرج انا ويوسف. بس كده يا جماعه، يا رب يكون الفيديو عجبكم. زي ما قلت لكم ما تنسوش اللايكات والاشتراكات والصلاه على سيدنا النبي محمد، وتقولي لي رايكم بقى في الفيديو. ما كل شويه اقول لكم رايكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم يا جماعه. مع السلامه.